في مشكله كبيره قوي حصلت معايا في امتحان الكيمياء بتاع ثانويه عامه 2023. افتكرتها دلوقتي فقلت ان انا لازم ان انا اشاركها معاكم، علشان لو حد فيكم لا قدر الله حصل معاه نفس الموقف ده، ازاي ان هو يتصرف باحسن طريقه ممكنه. اول ما اللجنه بتاعه الامتحان خلاص بدات وخلاص هيبتدوا ان هم يوزعوا الورق، للاسف كان في واحد عندنا في اللجنه لسه ما وصلش. هو في العادي ان هو بيحضر معانا الامتحانات، ولكن في امتحان الكيمياء لسبب ما ان هو اتاخر. فبكل بساطه ابتدوا ان هم يوزعوا علينا النماذج بتاعتنا، ولكن المدرس اللي واقف علينا عمل غلطه كبيره قوي قوي. النماذج في الامتحان المفروض بتتوزع ازاي؟ نعتبر مثلا ان هم الف ب ج د، تمام؟ الولد بقى اللي ما جاش ده نعتبر ان هو هياخد نموذج ب. فراح المدرس عمل ايه بقى وهو بيوزع النماذج علينا كلنا؟ راح عند الكرسي الفاضي بتاع الولد ده اللي هو المفروض يقعد عليه، وبدل ما يشيل النموذج ب من التسلسل اللي معاه بتاع النماذج، راح ادى نموذج ب ده للولد اللي قاعد ورا الولد اللي هو مش موجود. وده تسبب ان كل اللجنه بتاعتنا كان معاها نموذج غلط. حركه شبه كده لما تحصل، انتوا المفروض الطلاب تعملوا ايه بقى؟ تقولوا للمدرس ان الولد ده كده لما هيجي هياخد نموذج يا اما شبه نموذج اللي قدامه او نموذج اللي وراه، وعامة الترتيب كله كده في اللجنة هيكون بايظ. فعلا لما الولد جه حصلت معانا مصيبة، مش كلنا بناخد بالنا اصلا من الموضوع ده. فعلا انا كنت فاهم ساعتها ان انا المفروض ما احلش في النموذج اللي معايا ده، ولكن في واحد مننا في اللجنه راح اول ما اخد النموذج بتاعه راح كتب اسمه عليه بالجاف من بره، وقعدنا بقى نستنى ناس تيجي من بره علشان تكون مسؤوله ان احنا نعمل ايه دلوقتي. مش عارف او مش فاكر هم حلوا الموضوع ازاي، ولكن اللي انا فاكره ان انا اتاخد مني النموذج بتاعي وانا اخدت نموذج تاني. طيب بعد السخافه وبعد الموضوع ده كله ما خلص، انا ما كنتش لسه اتوترت، لان انا في ليالي الامتحانات اتعودت ان انا لما احل الامتحان بحله مثلا بتاع الكيمياء في اقل من ساعتين، وبيبقى عندي افريج كده من غلطتين ل6 غلطات. فبدات احل كده بشعور ممكن نسميه ايه، ممكن نسميه بنج مثلا او مخدر سام كده، اللي هو احل بقى السؤال ببطء. لقيته طول معايا، مش مهم مش هسيبه هحله برضو. السؤال التاني كان صعب او انا ما كنتش عارف اجيب فكرته، ولكن قلت مش مهم، كوبايه شاي ويانا يا هو النهارده. بص، عنده شغف للصفر، هيموت على الصفر يا جدعان. ان انا لما كنت بحل الشوامل كنت بحلها بسرعه قوي، تمام؟ فكنت بيبقى عندي غلطتين. لكن انا دلوقتي في امتحان اخر السنه، انا مش عايز اغلط، تمام؟ انا كل سؤال عادي بالراحه وعلى الهداوه. اصلا الامتحانات اللي انا كنت امتحنتها كانت نوعا ما سهله، فانا مش عايز اغلط في اسئله عشان بحل بسرعه. يعني هتكلم معاك بالتفصيل يعني ايه هي صعوبه الاسئله وبيركزوا على ايه بالظبط يعني في النظام الجديد. بس استنى، انا بقى في الامتحان فجاه رحت سمعت صوت من هنا بيقول لك فاضل نص ساعه، وانا عادي فاضل لي 12 سؤال مثلا، تمام؟ فجأة بقى من بداية اللحظة دي انا اتوترت حرفيا. حسيت ان انا وانا بقلب كل صفحة ان انا كنت بقلب في مستقبلي، وان انا يا اما هعملها يا اما مش هلحق اعملها. طبعا في اللحظات دي اللجنة بتاعتي محدش فينا كان فاهم ايه اللي بيحصل فينا ده. وبقى الناس اللي مثلا واحد بيضحك وهو مش عارف هو بيضحك ليه حتى لو هو شاطر، واحد تاني فجأة راح مثلا كده نام على الديسك مش عارف يعمل ايه، واحد رمى طوبة الامتحان، واللي شبهي بيعافر بس علشان يخلص. وساعتها انا كنت فعلا رافض اللي بيحصل، وانا كنت عارف ان انا هطلع من اللجنة هتلاقي الدنيا كلها مقلوبة، وان كل الناس بتتكلم على اللي بيحصل فيا ده جوه اللجنة. انا فعلا كنت رافض ان انا مش هعيش دور الضحية ده، انا هخلص الامتحان يعني هخلصه. والحمد لله ربنا لما لقاني خلاص اهو بعافر للنهاية ان هو ساعدني وخلاص قربت اخلص خلاص الامتحان. ولكن مش عايز اقول لك فعلا شعوري كان عامل ازاي وانا بقرا جمله كنت اول امتحان اقراه فيها، وهي بتقول لك ان الاسئله القادمه بدرجتين. يعني هي دي بقى الاسئله اللي انت هتبتدي تهبط فيها، لان انا فعلا ما كنتش عارف ان ده اول امتحان ما يكونش مكتوب جنبه السؤال ده بدرجه ولا درجتين. وانا طول الامتحان في الاسئله اللي في الاول اصلا كنت بحسب ان هي بدرجتين ولا السؤال ده بدرجه ولا درجتين، وعمال اضيع وقت كبير قوي في اسئله بدرجه، وفي الاخر اروح في الاسئله اللي بدرجتين احلها بالسرعه دي. فعلا كان شعور صعب عليا، ويمكن دي كانت من اكتر اللحظات اللي انا اتاثرت فيها في حياتي في امتحان. ولكن الحمد لله خلصت. وبرده للاسف كان في عندي اخر 3 اسئله ما لحقتش اصلا احلهم، فرحت هبتهم اي حاجه. وللاسف زي ما بقول لك ان هم كانوا الاسئله اللي بدرجتين. ويمكن فعلا ساعتها انا ما كنتش فاهم هو ليه كده بيحصل معايا، وهو اشمعنى انا اللي حصل معايا كده. ولكن فعلا ربنا لما بيحطنا في تجربه معينه فهو بيعلمنا منها. وطلعت بمبدأ يتبروز بطبقه بقى في امتحانات الكلية، طبقته في اي امتحان بعد امتحان الكيمياء ده، وفعلا كان سبب كبير قوي ان انا اجيب درجات عالية كتير. وبرده مين عارف انا لو ما كنتش غلطت الغلطات دي انا فعلا الدرجات دي ما فرقتش معايا، والحمد لله دخلت الكلية اللي انا كان نفسي فيها. ولكن مين عارف انا لو ما كنتش غلطت الغلطات دي ما كانش زماني اصلا بصور الفيديو ده وان انا افيد غيري. المبدأ بقى اللي انا طلعت بيه من الامتحان ده وهو السؤال اللي ما تعرفوش سيبه وروح للسؤال اللي وراه.
انت مش هتسيبه للابد، لا انت هترجع له تاني، وعلى فكره لما ترجع له تاني هيبقى اسهل بكتير قوي وهتحله صح في الاغلب. المبدا ده هيبقى هو سر نجاحك في ثانويه عامه، وهو سر نجاحك كمان في الكليه، وكتير قوي مننا بنعمله. يعني انا الاسئله اللي انا ضيعتها دي كانت كلها او اغلبيتها كانت اسئله سهله، وانا ضيعت وقت في الاسئله الصعبه، بس الاسئله الصعبه كانت كلها بدرجه والاسئله السهله كانت بدرجتين. الفيديو ده مجرد نقطه واحده بس او نصيحه واحده بس من مجموعه نصايح كبيره جدا انا عمال دلوقتي اجمعها لكم علشان انزلها في فيديو كامل للكيمياء. اتاكد ان انت مشترك وان انت مفعل زر الجرس علشان اول ما الفيديو ده ينزل لك، لان انا عمال دلوقتي اجمع في نصايح وعمال اكتب في نصايح اصلا من صاحبي اللي طالع السابع مقرر على الجمهوريه، وصحابي انا عارف ناس كتير قوي الصراحه مقفله الكيمياء 60 من 60، مع ان انا بقول لك الامتحان صعب، ولكن هم كانوا ناس عظيمه، كانت ناس خارقه تمام. فانا طبعا هيكون اشطر مني، فانا هجمع لكم كل النصايح دي في فيديو كامل. اتاكد ان هو هيكون فعلا مفيد من اوله لاخره. شكرا لكم، اشوفكم الفيديو الجاي واشوفكم احسن ناس في الدنيا. باي باي.